السلام عليكم عزيزي الراي. من اهم الفيديوهات اللي هنعملها هنا على القناه، مش بس كمحتوى، لان هنقارن بين ساعتين فيهم ساعه مكسره الدنيا والتانيه احسن منها ومش مشهوره. اما بقى الحاجه التانيه فهنعلن عن اكبر مسابقه هنعملها هنا على القناه، اللي مكونه من 10 جوائز. 10 جوائز، انت متخيل الرقم؟ 10 جوائز دول هيروحوا ليكوا انتوا كمشاهدين، سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. طب هنبدا المسابقه امتى يا محمد؟ فاضل لنا 1200 مشترك، 1400 مشترك، لما نوصل 50000 ان شاء الله، نوصل 50000 ونبدا مع بعض المسابقه. فشد حيلكم معايا بقى ونشترك في القناه ونعمل لايك للفيديو ده، ويلا بينا نقارن بين ساعتين فيهم ساعه اسمها هاينوتيكو جي تي 4، الاكثر مبيعا في هاينوتيكو، مش بس في السوق المصري، ده في السوق الاماراتي كمان. الساعه دي مكسره الدنيا جدا جدا جدا. بس الحقيقه انا جاي اقارن لك بينها وبين ساعه مهمه جدا بالنسبه لي واتكلمت عنها كتير، وهي الاوتيتو الواتش 5 برو. الاثنين يا جماعه بدلاء للجي تي 4، كوبي بيست للجي تي 4 بتاعت هواوي. فالنهارده هنقارن بينهم، وهتعرف ليه انا في فيديوهات قبل كده قلت لك ان الساعه دي مهمه جدا 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 كامكانيات، وفرق بينها وبين الساعه دي كتير قوي في الامكانيات، لكن في نفس الفئه السعريه. فتعالوا بينا نقارن بينهم من حيث الحاجات المهمه، يلا بينا نبدا الفيديو. ما تنساش المسابقه ضخمه جدا، فيها كميه جوائز مهوله، يعني تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده سواء بتابعنا على الفيسبوك او اليوتيوب، ويلا بينا. طيب مبدئيا يا جماعه، ده شكل البوكسين، الجي تي 4 من هاينوتيكو والاوتيتو، تمام. الواتش 5 برو، الاوتيتو هنا كاتب لك ان هي ووتر بروف اي بي 68، ودي حاجه محترمه جدا ان هو اصلا يكتبها على الكرتونه. وحجم الشاشه 1.43 انش، شاشه اميلود. وده ظهر العلبه عليه طبعا شويه تفاصيل، يعني كرتونه الى حد ما كويسه كده، السيريال وميدن تشاينا، يعني كرتونه مميزه شويه عن كرتونه هاينوتيكو اللي مش مكتوب عليها اي تفاصيل، تفاصيل بسيطه جدا جدا جدا. مفيش بقى اللي هي ووتر بروف، مع انها ووتر بروف مفيش بقى التفاصيل حجم الشاشه والكلام ده مش مكتوب. دول شكل الكرتونتين. اما بالنسبه للمحتويات فنركن دول على جنب. ودي محتويات الهاينوتيكو الجي تي 4، ودي محتويات الاوتيتو الواتش 4. الساعتين قريبين جدا للجي تي 4 بتاعت هواوي، نفس الشكل تقريبا، نفس الشكل، اختلافات بسيطه جدا في اللون. ده سيلفر او شامبين، وده سيلفر فاتح. ده غامق شويه نحاسي كده، مدي عن نحاسي، لكن ده سيلفر صريح، ميتال صريح. وفي الجنب اليمين زي ما احنا شايفين تصميم برضو الزراير واحد. الاوتيتو فيها مايك بتاعها هنا، المايك بتاعها هنا، لكن الهاينوتيكو المايك بتاعها تحت مع السماعات. وظهر الساعتين طبعا الهاينوتيكو جايه باربع مسامير في الظهر، لكن الاوتيتو مش جايه بمسامير في الظهر. هنا السكرول ليه صوت كده، اسمع، لكن هنا السكرول ملوش صوت. والاستراب المعدن اللي جاي في هاينوتيكو، الاستراب اللي هو انا ما بحبوش بصراحه، اللي بيدخل كده وتقفل عليه، لكن الاستراب ده جاي بمفتاح زي الكاسيو كده، بص كده عشان ما يقعش من ايدك، دي حاجه محترمه جدا. اما بقى بالنسبه لباقي المحتويات فعندنا الهاينوتيكو جايه باستراب زياده، اللي هو ده استراب زياده جلد، ودي حاجه تحسب للهاينوتيكو. والحاجه التانيه اللي تحسب للهاينوتيكو ان الشاحن بتاعها جاي افضل من الشاحن الاوتيتو، خامته انضف واحسن من الشاحن الاوتيتو، ودي حاجه برضو تحسب للهاينوتيكو. الحاجه بقى اللي بعد كده ان دي مفتاح توسيع وتضييق الاستراب، ده جاي مع الاوتيتو فقط. يبقى كده الاوتيتو على ايدينا الشمال وهاينوتيكو على ايدينا اليمين. تعالوا بقى نمسك الساعات كده واحده واحده مع بعض ونتكلم عنهم. طيب نبدا بقى يا حبايب قلبي باول حاجه ونقارن الشاشتين ببعض. بصوا، بالنسبه للشاشتين، الشاشتين قريبين من بعض جدا. هاينوتيكو اكبر كمساحه شاشه، لكن كالوان وسطوع ودقه الوان طبعا الاوتيتو باينه. يعني شايفين الاصفر في الاوتيتو عامل ازاي؟ اللون الاصفر، والاصفر في الهاينوتيكو تحس ان هو باهت شويه. بص كده. طيب لو دخلنا كده على القايمه، بص كده، ثواني بس عشان اجيب القايمه. بص كده، واضحه ان الاوتيتو الشاشه بتاعتها اميلود، تشبع الالوان فيها كويس، دقه اللون ذات نفسه الانيميتد، سرعه حتى التاتش. بص كده عشان اكون، بص دي الاول، بص كده، لكن بص هنا كده بقى اسرع. بص كده، سلس جدا. فاحنا عندنا موضوع الشاشه ده، تمام، هيبقى لصالح الاوتيتو جدا، باقتناع بنسبه 100% ان هو لصالح الاوتيتو.
طيب الحاجه الثانيه الاولوز اون ديسبلاي. الاولوز اون ديسبلاي في هاي نوتيكو هنا شكل واحد فقط، بص كده الشكل ده فقط، مفيش غير كده، مفيش غير كده. طب تعال بقى نشوف الاوتيتو كده. بص هنا الاولوز اون ديسبلاي، بص بقى اللون الاسود، بص الجمال في اوتيتو. عشان كده بقول لك موضوع الشاشه ده يحسب للاوتيتو جدا. مش بس كده يا جماعه، ده انت الاولوز اون ديسبلاي هنا تقدر تخليه عقارب. يعني احنا لو دخلنا كده على الاعدادات، ثانيه واحده ندخل على الاعدادات كده ونزلنا تحت وخلينا الاولوز اون ديسبلاي المؤشر كده ورجعنا تاني، بص كده، بص للجمال. فموضوع الشاشه والشكل بتاع الشاشه والاولوز اون ديسبلاي لصالح الاوتيتو بنسبه 100%. مش معنى كده ان هاي نوتيكو وحشه، لا، انا بقارن، فدي شاشتها افضل من دي. ندخل بقى على تاني حاجه وهي من الحاجات الاساسيه والحاجات المهمه جدا، الخط واللغه العربي والاشعارات. تعالوا نمسك الاول الاوتيتو كده. السوفت وير بمعنى اصح هو اللي بيحكم في الحته دي. مبدئيا الساعه الاوتيتو، احنا عندنا الساعه الاوتيتو شغاله ببرنامج السي او فيت، وده برنامج من افضل البرامج اللي ممكن تشغل عليه اي ساعه. برنامج احترافي جدا، طبعا في واجهات ببلاش خالص، بص كده، برنامج سريع، في ضبط لكل حاجه، للاشعارات تيجي لك امتى وازاي، وضع عدم الازعاج، المنبه، تذكير بلوك، في ضبط لكل حاجه، لكل حاجه. عكس مثلا الساعه اللي هي الجي تي 4 من هاي نوتيكو، شغاله ببرنامج انا بقول عليه البرنامج العقيم، سوري في الكلمه، يعني الاتش دي فيت برو. وده برنامج الاتش دي فيت برو كده بس، مفيش حاجه تانية. يعني بص، مفيش، يعني فقير جدا. البرنامج الكيو فيت احسن منه بمراحل في كل حاجه، وتقدر تظبط فيه كل حاجه في الساعه. لكن ده مفيش، فقير، برنامج فقير. ودي برضو من المميزات لصالح الاوتيتو، ان البرنامج بتاع الاوتيتو اللي هو السي او فيت برنامج محترم جدا وغني جدا بالاعدادات، وتقدر تظبط منه كل حاجه في الساعه. نخش بقى على الاشعارات واللغه العربي. انا في الاوتيتو لو سحبت من تحت كده هلاقي جاي لي اشعار. لو فتحت الاشعار كده بص كده، بص اللغه والخط، ان انت هتحكم بنفسك دلوقتي. بص اللغه والخط كده، مش بس كده كمان، ده انت تقدر تنزل تقرا الاشعار. لو الاشعار طويل تنزل زي ما انت عايز تقرا الاشعار، وبتجيب لك كل الاشعارات بقى، الماسنجر، التليجرام، الفيسبوك، الواتساب. بص الاشعار ده طويل شويه، بص كده. وده اللغه العربي مميزه جدا في الساعه. يعني لو طلعنا دخلنا كده، بص على التطبيقات، بص اللغه العربي. بس بشرح لك دي عشان مهمه، لان هوريك اللغه العربي في الساعه الثانيه. بص كده، تعالى بقى شوف اللغه العربي كده في الساعه الثانيه. تعالى كده، لو دخلنا كده، بص الفرق، بص الفرق بالله عليك. انت شايف الفرق؟ بص الفرق كده، شايف هنا اللغه العربي مشبعه ويعني الخط عريض كده، مش رفيع زي ده. السوفت وير بصفه عامه في الاوتيتو افضل بكتير كبرنامج وكلغه وكايقونات. كل حاجه بره كده، مش محتاج زي هنا تدخل مثلا في الاعدادات وتخش على حاجه في حاجه، ايقونات بعيده عن بعضها مش لازقه في بعضها زي هنا كده. الخط في حاجات انت اصلا مش شايف، مش عارف تقراها. لو خدنا الساعه الهاي نوتيكو بقى وفتحنا الاشعار، الاشعارات اللي جايه لها، بص كده، ده الاشعار، يعني الرساله الكبيره اللي كنت باعتها في الاوتيتو هي دي. هل بقى تنزل لتحت؟ مفيش. تقرا كامل الرساله؟ مفيش. هي دي. يعني من اكتر الحاجات اللي عامله فرق كبير جدا وفجوه بين الساعه دي والساعه دي. فالنقطه دي طبعا وقطعا، وانتوا يعني تقدروا تقولوا لي في التعليقات، هتروح لصالح الاوتيتو كسوفت وير، كلغه، كخط، شكل الخط، البرنامج حتى. يعني السوفت وير بصفه عامه احسن في الاوتيتو بمراحل. يعني كفايه فرق الخط ده، يعني كفايه فرق موضوع الخط ده. اما بقى يا جماعه بالنسبه لموضوع الخامات، فالاثنين الشاشه ضد الخرابيش، مفيش مشكله. الاثنين ووتر بروف، الاثنين ضد الميه. لكن برضو في مقاومه الميه انا مش هقدر اجرب لكم، يعني لان دي هحطها في الميه هتبقى ووتر بروف، دي هحطها في الميه هتبقى ووتر بروف. لكن بشكل صريح الاوتيتو كاتبين على العلبه اي بي 68. الجي تي 4 الهاي نوتيكو مش كاتبين. فانا هنا يعني الحاجات دي بس في الصين بيبقى عليها مراجعات، فانا هنا اصدق دي او يعني اميل شويه لدي. قبل ما نتكلم بقى عن تجربه الصوت في الساعتين وانهي ساعه فيهم اميز في السبيكر والمايك، تعال بقى ندردش شويه كده عن موضوع البطاريه. موضوع البطاريه يا جماعه في الساعتين متقاربين جدا، ما اقدرش ادي ساعه اقول ان هي كويسه عن ساعه ثانيه. الاثنين متقاربين جدا، يعتبر نفس المده نفس الوقت، بطاريتهم ممتازه جدا. موضوع الخط زي ما اتكلمنا ده عامل فرق شويه في الساعه الاوتيتو. الساعه الاوتيتو
ليه اعمل فرق في الساعه الاوتيتو؟ مثلا على سبيل المثال لما بيجي لي اتصال، الخط بيبقى واضح واسم المتصل واضح في الاوتيتو بسبب ان الخط في الاوتيتو افضل من الخط في هاينو تيكو. فدي برضو من الحاجات المهمه، موضوع الخط اللي اتكلمت عنه من شويه. في حاجه كمان حابه اقول لكم عليها، ان الساعه دي بتظهر اسم المتصل عادي، اي حد بيرن عليك بيظهر الاسم بتاعه، وهنا برضو اي حد بيرن عليك بيظهر الاسم بتاعه. بس في فرق بسيط في موضوع الاسماء ده، ان في حاجه اسمها الفيفورت دي الساعه بتشيل عليها كام اسم، دول بيبقوا اسماء كده بتحطهم على الساعه تتصل بيهم من الساعه نفسها وقت الطوارئ، مش لازم تمسك الموبايل. فالاوتيتو بتشيل 20، الهاينو تيكو بتشيل 8. وهنا برضو يعني ميزه برضو لصالح الاوتيتو. تعالوا بقى مع بعض نجرب الصوت. احنا بنجرب مع بعض الحاجات الاساسيه والمهمه في الساعتين فقط. لو انت بقى عايز تشوف الريفيوهات كامله بتاعت كل ساعه موجودين على القناه، وهتلاقي اللينكات بتاعتهم تحت الفيديو. يلا بينا نجرب مع بعض الصوت. نجرب بقى الصوت يا جماعه، وزي ما احنا شايفين احنا برنا لواحد صاحبنا كده، ونبدا بالهاينو تيكو. نبدا بتجربه الصوت الهاينو تيكو. ايه يا حماد عامل ايه؟ الحمد لله والله صح. اخبارك ايه؟ تمام والله. سامعني كويس؟ سامعك يا عم زي الفل. كده سامعني كويس؟ كده سامعك. طيب ماشي، انا هرن عليك من ساعه تانية برضو هجرب الصوت. معلش معاك كمان مكالمه واحده، انا اسف جدا. خلاص ماشي حبيبي يا محمد ما نحرمش منك، سلام. حبيبي صح. وده يا جماعه كان صوت الهاينو تيكو. تعالوا بقى مع بعض نجرب صوت الاوتيتو. الو يا حب. ايه يا حماد عامل ايه؟ الحمد لله والله صديقي. معلش تعبك معايا، انا اسف. لا يا باشا عادي، اتفضل براحتك. سامعني كويس؟ انا كده سامعك كويس. طب كده؟ كده برضه سامعك تمام يا باشا. طيب الصوت كان احسن في المره الاولانيه ولا احسن في المره الثانيه؟ بيتهيألي هم قريبين من بعض، بس المرة الأولى كانت أحسن شوية. يعني المره الاولى كانت احسن شويه. بس الاتنين يعني كويسين، سامع كويس في الاتنين. طيب ماشي يا محمد ما نحرمش منك، هخلص بقى كده واكلمك ان شاء الله. خلاص ماشي يا حب. ماشي حبيبي، سلام سلام. ودي كانت تجربه الصوت يا جماعه في الساعتين. انا شايف ان الساعتين فعلا قريبين من بعض جدا، لكن حاسس كده ان المايك بتاع الاوتيتو افضل، لكن السبيكر بتاع هاينو تيكو افضل. انتوا بقى سمعتوا المكالمتين وتقدروا تقيموا الصوت معايا في التعليقات. طيب يا جماعه كده احنا يعتبر خلصنا، احنا جربنا الحاجات الاساسيه، جربنا الشاشه، جربنا الاشعارات ودي من اهم الحاجات، جربنا السوفت وير الابلكيشن، جربنا الصوت، جربنا كمان قلنا لكم ان دي في الاسماء كذا ودي بتظهر الاسماء، يعني هم قريبين من بعض جدا. لكن في حاجات هتخليني اختار ساعه منهم. طب ايه الساعه اللي انت اخترتها يا محمد او اللي انت ميال ليها؟ ميال للاوتيتو شويه بسبب الشاشه والسوفت وير والبرنامج واللغه والاشعارات. في الصوت انا شايفهم زي بعض. انا كده اعتبر خلصت الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد. لو انت بقى عايز بقى تطرق لموضوع القوائم وباقي الحاجات الفرعيه مش الاساسيه، شرحت لك الحاجات الاساسيه فقط او كلمتك عن الحاجات الاساسيه فقط اللي هتفرق معاك ومعايا، تقدر تشاهد او تشوف الفيديوهات بتاعتهم. كل ساعه من الساعات دي انا عامل لها فيديو هنا على القناه، هتشوفه دلوقتي هيظهر قدامك هنا او هنا، وتقدر كمان هتلاقيه في وصف الفيديو. اشوفكم فيديو جديد، ما تنساش تدعمونا بلايك او باشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.